قال له قول لي بصحيح، انت بتحب الورك ولا الصدر؟ لا يا باشا خلينا انا في الصدر. ماشي يا عم، امسك الصدر كده اهوت على مهلك، بس خلي بالك واحده واحده يا علي. اخويا خلينا انا في الورك، خلينا دايما كده اخد العصاعيص. صاحب الصدر ده بالنسبه لي حاجه مهمه. الاكل بتاعه حلو قوي، انا اول مره احس بطعم الاكل كده. ما باين يا عم ما شاء الله، ده انت خلصت الورك بتاعك في ثانيه. هو انت بصيت في ام اللقمه يا عم؟ هو عشان انت اللي عازمني يعني هتسلني؟ لا يا عم انا اشوفك كل براحتك، بس بقول لك ايه، نص فرخه في السنتري. هي اكله جامده الصراحه، بس بقول لك ايه، عايز اسالك سؤال بس جاوبني عليه بامانه. يا عايز تعرف جبت الاكل بكام ولا ايه؟ لا يا عم مش الدرجات دي، كده اصلا عايز منك فلوس. اسال يا عم. هو انا لو مت يا صاحبي هتفضل فاكرني؟ انا مش قصدي يعني، بس انا بتكلم انك انت هتفضل تزورني عند قبري وتفضل تدعي لي، ولا هتنساني والدنيا تشغلك؟ ايه يا عم السيره دي؟ احنا بناكل بعد الشر عنك يابا، في ايه؟ ده انت نكد يا عم، احنا بناكل. انا هقوم اغسل ايدي يا عم. طب هفهمك، طيب استنى. انا عايز افهمك ان الموت عمره ما كان شر. يعني انا شايف ان هي جمله اخترعها الناس اللي خايفه ان هي تفارق ناس بتحبها، او خايفه من اللحظه دي اساسا. بس انا مش شايف ان الموت شر خالص. وانت مش خايف؟ خايف اموت لوحدي. بقول لك ايه يا عم عمر، انا هقوم بس اجيب كوبايه شاي كده عشان احبس الاكل اللي كان ناعم. هجيب لك معايا؟ هجيب لك معايا. استنى بس، الله يرضى عليك جاوبني. هتفضل فاكرني وتزورني عند قبري كده وتفتكرني بالدعاء؟ انا عايز افهم حاجه واحده بس، انت ليه عايز تقلب القعده دراما؟ انا عايزك تجاوبني بصراحه. يا عم وانا نسيتك لما انت كنت عايش عشان انساك لما تسيبني؟ عادي يا عم، ممكن تفضل فاكرني اسبوع، شهر، سنه بالكتير، لكن قصه انك انت تفضل فاكرني طول عمرك ديت صعبه. صعب ان استوعب انك ممكن تروح مني في يوم يا صاحبي. انت عارف انت بالنسبه لي ايه؟ خايف يجي اليوم دوت واموت لوحدي ومحدش من اهلي او صحابي يفتكرني وكاني ما كنتش موجود اساسا، او محدش ياخد باله اصلا ان انا مت. الموضوع بالنسبه لي مش مجرد خوف من ان انا اموت. الموضوع بالنسبه لي ان انا خايف ان انا لما اموت اكون لوحدي. ايه ده يا عم؟ هو في ايه اللي حصل لكل دوت؟ ايه ده يابا شويه؟ طب ما انا رحت فين يا عم؟ انت سالتني مجرد سؤال بس، ما اعرفش ان هو يوصل بينا الحته ديت. انت عمرك ما كنت لوحدك، ولا عمرك هتكون لوحدك، وانا موجود معاك. لو انت عايزني اروح معاك كده ابات، انا اعمل بيت هناك جنب القبر، هعمل كده. يمكن دي الامنيه الوحيده اللي انا بتمناها من ربنا، ان محدش ينساني بعد ما اروح. انا نفسي اعرف حاجه واحده بس، ايه اللي دخل السيره دي في دماغك؟ ما كنا قاعدين حلوين وبناكل مع بعض ومبسوطين. ومين الدنيا دايماله؟ محدش ضامن الايام اساسا. المهم بس ان الكلمتين دول تفضل فاكرهم وحطيتهم في دماغك. اوعى تسيبني لوحدي، ولا يوم تنساني في الدعاء، ولو افتكرتني بعدي عليا واقعد احكي لي كده عن الدنيا واللي فيها، تفضل تونسني زي ما كنا زمان. المهم انك انت ما تسيبنيش لوحدي يا صاحبي. انت عمرك ما كنت لوحدك، ولا هتكون لوحدك. ما تزعلش بقى، ده هو اسبوع واحد اتاخرت عليك فيه وما حصلتش قبل كده. هيرقوني يخلوني مدير اداره يا عمر. لا مش بتعوج مش ده السبب على فكره. حبيبه جاي لها عريس واحتمال ما وافقش. العيال عجزونا ولاد الكلب. مش نكد، انت اللي نكد. هو في نكد اكتر من ان انت مشيت وسبتني؟ كنت عايزك في يوم زي ده. هوافق يا عمر، الواد شبهك. هبقى اجيبهم تبارك لهم بنفسك يعني. خلاص انا همشي دلوقتي عشان عندي ميعاد، وهجيلك تاني يا صاحبي. هجيبهم معايا. سلام يا صاحبي.